الله الرحمن الرحيم. ناء المتكلمين. ناء المتكلمين محيرانا شوية، ساعة تكون اسمها ناء الفاعلين وساعة اسمها ناء المفعولين. ساعة بنعربها مضاف إليه، مرة تانية نعربها اسم مجرور، مرة تانية نعربها نائب فاعل. ممكن تيجي اسم إن زي إننا، ممكن تيجي اسم أصبح، أخوات كان أصبحنا. وبنستعين بالله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله هيخلص الفيديو وانت بإذن الله مفيش أي مشكلة بالنسبة لك من ناء المتكلمين. ناء المتكلمين ممكن تتصل باسم أو فعل أو حرف. يبقى الضمير المتصل ناء، الضمير المتصل ناء هو ممكن نطلق عليه عامة إن هو ناء المتكلمين، بيعبر عن اللي بيتكلم. بس اللي بيتكلم ده لو اتصل باسم هيتعرب مضاف إليه، دي خلاص هنفرغ منها. يبقى ناء المتكلمين لو اتصلت باسم هنعربها مضاف إليه زي كتابنا، مدرستنا. طيب لو اتصل بحرف زي على، علينا، إلى، إلينا، فينا. لو اتصل بحرف هنعربه اسم مجرور، هنقول ضمير مبني في محل جر اسم مجرور. يبقى دي خلاص خلصنا منها. ان ناء المتكلمين اتصلت باسم هتبقى مضاف اليه، اتصلت بحرف هتبقى في محل جر اسم مجرور. برضو الحته الاخيره دي إننا ضمير مبني في محل نصب اسم إن. لو اتصلت بإن أو أخواتها هتبقى في محل نصب اسم إن. لو اتصلت بأخوات كان زي أصبحنا هتبقى في محل رفع اسم أصبح. طب نيجي بقى للحاجات اللي فيها الإشكالية. ناء المتكلمين لو اتصلت بفعل، ناء المتكلمين لو اتصلت بفعل هنسميها ناء الفاعلين لو بتدل على الفاعل، وهنسميها ناء المفعولين لو بتدل على المفعول به. طيب يعني انا هعرف منين انها بتدل على فاعل او مفعول به؟ اولا من المعنى، ثانيا من شويه حاجات ركز معايا. يبقى نا لو اتصلت بفعل مضارع زي يمنح، مش يمنح فعل مضارع، اول ما الاقي فعل مضارع اتصلت به نا هعرف ان نا دي مفعول به وليست فاعل، وليست نا الفاعلين. لو اتصلت بفعل امر، الفعل امر من يمنح ايه؟ امنح. لو اتصلت بفعل امر برضو هبقى متاكده انها نا المفعولين، هعربها مفعول به ومستحيل اعربها فاعل في محل نصب مفعول به. طيب امتى اعرب نا الفاعلين مش نا المفعولين؟ لو اتصلت بفعل ماضي وبشرط. نا لو اتصل الضمير المتصل نا لو اتصل بالفعل الماضي وبشرط ان يكون الفعل الماضي ده مبني على السكون، في الحالة دي هيكون نا الفاعلين. زي ايه؟ نيجي للفعل يمنح، هات منه الماضي منحنا، ادي الفعل منح مبني على السكون، يبقى دينا الفاعلين. الله، طب لو الفعل الماضي اتبنى على الفتح، منحنا الله خيرا، لو الفعل الماضي اتبنى على الفتح هتبقى دينا المفعولين. شوف معايا المعنى كده، لما اقول منحنا الفقير خيرا، منحنا الفقير خيرا، انت بتحس من المعنى مين اللي منح، مين اللي اعطى، مين اللي اعطى ومنح هنا؟ احنا نا الفاعلين، دي احنا نا الفاعلين، تمام. يبقى الفقير مفعول به منصوب بالفتح. لكن لما اقول ايه؟ منحنا مش منحنا، منحنا الله خيرا، مين هنا اللي منح؟ الله. منح مين؟ منحنا احنا، يبقى نا الفاعلين هنا مفعول به، منح الله احنا الخير. يبقى لو الفعل الماضي اتبنى على السكون، منح اتبنى على السكون، يبقى دينا الفاعلين. لو الفعل الماضي اتبنى على الفتح تبقى دينا المفعولين. نا المفعولين اعربها ضمير، طبعا الضمائر من الاسماء المبنيه، يبقى لازم اقول المقدمه دي ضمير مبني في محل نصب مفعول به، انما هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل. وانا طبعا جايبه نفس الكلمه عشان تعرف الفرق. الاولانيه منحنا الفقير خيرا، التانية منحنا الله خيرا، يبقى دي منحنا والتانية منحنا. والفعل المضارع والفعل الأمر هيكون إعرابهم إيه لو اتصلت بيهم ناء المفعولين؟ إحنا قلنا طبعا إن ناء المفعولين بتتصل بالفعل المضارع والأمر. لما تلاقي فعل مضارع أو فعل أمر ابقى واثق إن دي ناء المفعولين هتعربها مفعول به، مش هتعربها ناء الفاعلين فاعل.
طيب الفعل المضارع والفعل الامر هيبقى اعرابهم ايه مع نال مفعولين؟ هيبقى اعرابهم عادي زي ما بتعربهم. يعني انت عارف ان الفعل المضارع ده فعل معرب. يعني فعل معرب يعني بيرفع وينصب وبيجزم. يعني هنا يمنح طبعا مفيش قبلها اداه نصب ولا جزم، هتقول يمنحنا الله السكينه. طب لو قبلها لن لا قدر الله هنقول لن يمنحنا، لن يمنحنا. يمنح فعل مضارع منصوب بالفتحة لأن قبله أداة النصب لن. لو قبله أداة جزم هقول لم يمنحنا. طبعا لم يمنحنا هتبقى يمنح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ايه؟ السكون. طب بالنسبة لفعل الأمر، الفعل الأمر بتبني على السكون. هنقول امنحنا، امنح فعل أمر مبني على السكون لاتصاله ايه؟ بناء المفعولين. فاضل حاجة أخيرة صغيرة قوي، أقول لك إن الفعل الماضي لو اتبنى للمجهول، يبقى احنا قلنا خد بالك أنا قلت لك نا الضمير المتصل لو اتصل بفعل ماضي بس يكون مبني للمعلوم. لو ضمير المتصل لو اتصل بالفعل الماضي المبني المعلوم، لو الفعل مبني على السكون هتكون الفاعلين، لو الفعل مبني على الفتح هتكون المفعولين، هعربها مفعول به. طب لو الفعل الماضي اتبنى للمجهول، منحنا، انا جايبه نفس الفعل عشان تاخد بالك، دي منحنا الله خيرا، منحنا هنا منحنا. هنا الفاعلين كانت مفعول به، هناخد المفعول به هنبني الفعل المجهول منح هيبقى منح، هناخد المفعول به هيبقى نائب فاعل، يبقى منحنا خيرا، منح فعل ماضي مبني للمجهول، ونال فاعلين ضمير مبني في محل رفع. وربنا يجعل لكم النحو ان شاء الله يبقى سهل، واي حاجه تبقى صعبه يا رب تبقى في طريقكم سهله. وربنا يا رب يجعل قناتي قناه تبسيط المعرفه تكون فعلا في المسمى ده تبسيط المعرفه، وتبقى عمل صالح لينا في الدنيا وفي الاخره، ونلاقي خيرها ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره. وتحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس اللي بتدعيني، وتحياتي لكل الناس اللي بتدعي لي، يعني جزاهم الله خيرا. ربنا يكرمهم يا رب، ناس يعني زي الفل قوي بيشجعوني وبيدعوا لي وبيقولوا لي كلام كويس بيشجعوني، فجزاهم الله خيرا. ناس طيبة قوي وانا بحبكم قوي، وربنا يوفقكم وربنا يوفقني وساعدني في نشر الفيديوهات، اعمل مشاركة على الفيس عندك وربنا يا رب يكرمكم.